صباح الخير يا جماعة. النهاردة أول يوم مدرسة عندنا، ف نوم متأخر وصحيان بدري، بقى الوضع وحش قوي. هي مش كانت الخناقة على إن أمل فتحي قليلة الأدب وبتشتم وبتطلع أسرار البيوت وكلام كده مقزز ويقع وياي وبتاع، اللي هي أساسا أسرار البيوت اللي هي بنفسها طلعتها وبتاع. وبعدين الخناقة اتحولت للمفوضية، وبعدين لما اتكشفت قدام الناس بقت الخناقة دلوقتي مع واحدة قاعدة في حالها، مجرد انها اعترضت وقالت الحق وقالت اللي اتقال فهنيجي نحبسك. وطبعا الناس معترضة على اللي انا بعمله، ولسه قارية كومنت لطيف قوي، وان هي لا تتمناني لا صاحبة ولا عدوة ولا انا كمان الحقيقة. واللي انا عملته شيء مقزز قوي، مع ان ده كان مقبول من احمد فؤاد نجم. الناس كانت بتقول عليه لطيف وفجومي، وكان بيطربق الدنيا برضو، وكان بيجيب عليها وطيها. بس لما واحدة ست تعمل زيه وتقول الحق حتى لو على رقبتها وبكل الاشكال، بس احنا اولبنا كده الحق كده ايه، حطيناه في قالب معين كده، والمفروض ان الست ما تخرجش عن النمط ده، والا تبقى ست قليلة الادب. بس ده لو راجل عادي بيبقى فجومي، او يبقى نجيب سرور. ليه؟ لانه ليهم كتابات وليهم حاجات. انما واحدة ست العيب ايه ده. من اول ما عملت الفيديو بتاعي وشتمت وطربقت الدنيا على دماغ اللي خلفوني برضو يا استاذة منى. محدش وقف معايا، ومحدش عارف انا عملت كده ليه، ومحدش جه سألني انتي بتعملي كده ليه. واللي انا عملته مع اسماء مش مشكلة شخصية. اللي انا عملته مع اسماء انها بتاخد اسرار بيوتنا وبتروح تقولها للامن، فكل واحد وليه رد فعل يا استاذة منى. وده اللي ظهر بعد كده في الكومنتات. ناس عندها قالوا والله اللي هيعمل حاجة الاسماء هنفضح اسرار بيوته، اللي هو اللي احنا قايلينها لها، لان انا محدش يعرف عني حاجة غير استاذة اسماء لانها كانت صاحبتي. اللي عايز يصدق يصدق، واللي مش عايز هو حر. المشكلة كانت معايا، وانا اتصرفت بما يملي عليه ضميري، وانا ضميري سامح لي ان انا اقل ادبي قوي، علشان انا اتربيت على قدوة زي الفجوم يا جماعة، اللي الناس كلها بتحبه والناس مطلعة السمع، لانه هو معارض شرس بيقول الحق بقلة ادب، فاصبح الفجومي. ما تحطش في قالب كده معين وقال لك احنا المفروض تقول ومش المفروض تقول. وبعدين الحرب كانت معايا، ايه اللي حولها دلوقتي الندى؟ انا عايزه اعرف. ولا انتي فاضيه، ولا اللي حواليكي بيزقوكي ان انتي تخربي اي حاجه؟ واحده واعترضت وقالت كلام انتي قلتيه وما قلتيهوش ليها، بس قلتيه ليا وقلتيه لكذا حد، بس هم من جبنهم مش عايزين يقولوا، او من مصالحهم ان هم ما يقولوش. بس انا واحده لا ليا مصلحه لا معاكي ولا مع استاذه منى ولا مع استاذه سناء ولا مع اي حد، لان مفيش حد وقف معايا نهائي في قضيتي، نهائي. محدش كتب حتى عني بوست كده وقال البنت دي كان رد فعلها كذا كذا عشان كذا، لان انا موضوعي ما كانش سياسي. انا موضوعي كده، ولا انا ولا منى مسبوح. حتى النسويات اللي عمالين يتغنوا بحقوق المرأة والمش عارف ايه، ووقفوا مع مش عارف ايه، محدش فيهم فكر حتى يقف معايا.
هي شلالية، فانا انا ما كانش عندي شلة الحقيقة تقف معايا، بس انا كان عندي ربنا. هو ده الداعم الوحيد اللي ما خلانيش اقعد في السجن كتير. و... وانا اتربيت في الشارع. انا واحدة كده صحيت من نومي وانا عندي 16 سنة، قالوا لي انزلي في الشارع، فهي دي تربيتي. ما حدش يجي يوريني اخلاق المجتمع بنت الاحبة ويقول لي اتعاملي مع المجتمع كده، وبعد كده يرجع يشتكي بقى من اللي انا اتعلمته منكم. ما اصل انا اتعلمته منكم. انا ده اتعلمته، ما اتعلمته من مين؟ انا ما اتعلمتوش من اهلي، انا اتعلمته منكم. انا واحده اتدهست في الشارع، اتحرشوا بيها من وهي عيله صغيره، حاولوا يغتصبوها وهي عيله صغيره. قالوا لها انزلي بقى ودافعي عن نفسك يا بنت الاحبه. فانا لما اجي لساني يطول شالتي الادب مقزز، لا اتمناكي عدوه ولا صاحبه. والله طيب اوكي. طيب بقى المحترمة اللي ما طلعتش اسرار البيوت، اللي الاستاذة عايزة تحبسها ليه؟ قالت لك اصل هي لو وصلت للحبس انا هروح اتنازل. كتر خيركوا سمك. بس كده. اما واحدة شرموطة زي دي، وانا هقولها تاني، اما واحدة شرموطة زي دي تاخد اسرار بيوتنا وتروح تحكيها للامن، تبقى شرموطة ملهاش مسمى تاني. واسرار البيوت اللي انتوا بتتكلموا عليها اللي انا قلتها على الخاص، ما قلتهاش على العام. بس لو عايزيني دلوقتي اطلع عادي اوريكم بقى اللي انا اتربيت عليه في الشارع واللي انا كنت بنزل وش لوش اعمله، هطلع اوريهولكم. اوكي؟ انا ده اكتسبته من المجتمع الوسخ اللي انا عشت فيه معاكم. هي دي مصر اللي انا اتربيت فيها. انتوا بقى اتربيتوا في حاجة تانية باسلوب تاني في مصر تانية، انا معرفش. يعني انا معرفش، انا واحدة اتربيت في عشوائيات كانت بتسمع سب الدين كده زي صباح الخير. فمطلوب مني بقى ان وايه مش بس كده، انت انزلي اتعاملي مع ده ولوحدك. فمطلوب مني ان انا بعد ما اخد منكم واديكوا اللي انا اتعلمته يتقال عليا قلة الادب، ومطلوب مني ان انا ابقى ست محترمه ولساني عفيف. لا كس امكم، والله العظيم كس امكم. انتوا شعب بيدعي الاخلاق وانتوا علم بنت وسخه كلكم بلا استثناء. والله العظيم كلكم بلا استثناء. واللي انا عملته كان مقزز ايراد، فانتوا منتهى القذاره مليون ايراد. ناس بتدعي انها رايحه تطلع مساجين، بس احنا هنسجن بقى غيرهم ليه؟ عشان سب وقذف. خدوا، انا كانت تهمتي سب وقذف وصلت لحد فين؟ انا اللي انا عملته اسمه سب وقذف. اللي انا عملته في الفيديو بتاعي الاولاني اسمه سب وقذف. بس عارفين وصل لحد فين؟ وصل ان انا اتعمل لي قضيتين، واحده منهم امن دوله، وواحده منهم خدت سنتين في سنه. فلو هتتبسطوا ان ندى هيوصل معاها لمرحله انها يروح يتحقق معاها ويطلع لها من الدرج كده قضيه امن دوله، يبقى انتوا اللي عالم قذره مش انا. واللهم ارنا الحق حق وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. وانا مشكلتي مع اسماء محفوظ انها شرموطه خدت اسرار بيتي وراحت قالتها للامن، ودلوقتي انا اللي بتهدد بيها. وانا ما عنديش حاجه على فكره بالمناسبه اتهدد بيها. روحي قولي كل اللي انا قلته يا شرموطه انتي واصحابك اللي بيهددوني. اوكي؟ بس استاذه منى سيف ما تعرفش الكلام ده، فقالت ايه؟ انا لا اتمناها لا عدوه ولا حبيبه. واللي عملته امل انها طربقت الدنيا وعادي جدا، وهي اساسا قليله الادب. انا قليله الادب، قليله الادب زي الفجومي اللي بتحبوه يا جماعه ونجيب سرور. بس هو انتوا جالكوا تشك ان في واحده اللي عملت كده، مش واحد. لا،
واحده ست. ايه ده؟ مش الفجومي محبوب برضو يا جماعه برضو؟ وده كان بيطلع يسب الدين على الهوا. ايه ما شفتوش فيديوهاته؟ كان بيطلع يشخر ويسب الدين ويبعبص للناس على الهوا. بس الكلام ده لما يطلع من الفجومي يبقى الزبده. اما يطلع من واحده عاديه يا قليلة الادب، بتجيبي الضربة الدنيا انت كده. لا لا لا، ما بتحاربيش عشان الحق، انت بتضيعي الحق. تعالى مقرفة، والحمد لله ان انا خرجت بره المجتمع المقرف بتاعكو ده. بس اللي هيرضى على ندى ان يحصل لها حاجة علشان انا اللي شتمت يبقى هو شرموط، ولو مرضيش واتكلم ومعرفش يعمل حاجة يبقى هو اللي مقزز مش انا. بس كده. انتوا عالم وسخة كلكم والله العظيم. المجتمع السياسي ده عالم وسخ كله، بتاع مصالحه وبتاع وشين وملوش في الدغري بس الناس اللي ليها في الدغري بتبقى قليلة الادب. ده واحدة ست بتعمل زي احمد فؤاد نجم وبتطربق الدنيا. لا، ما نتمناهاش لعدو ولا حبيب. سلام يا عالم يا مقززة. وانتوا تستاهلوا اللي انتوا فيه حقيقي، تستاهلوا والله. بالثوار، بالثوريين، بالحقوقيين اللي في الدرك الاسفل من النار على رأي واحدة صاحبتي. تستاهلوا والله، تستاهلوا وحياة ربنا تستاهلوا. لما تنضفوا من جوه ربنا هينور لكم بصيرتكم وهتعرفوا تعملوا ايه. بس انتوا عالم وسخة مش نضيفة. ناس بتروح تتعامل مع الامن وتاخد اسرار بيوت الناس، وبعدين لما الناس بقى تبتدي تواجه طلع عليها قلة الادب، فنبتدي نتهدد باسرار بيوتنا. طب اطلعي قولي اسرار بيتي، او خلي اللي قالت كده تطلع تقول اسرار بيتي. والله العظيم ولا عندي بطحه ولا صباعي تحت ضرس حد، انا صباعي بحطه في عيني التخين كده. شفتي يا استاذه منى انا بعمل ايه؟ هي دي تربيتي اللي انا خدتها من الشارع اللي انتوا بتدافعوا عنه. هي دي ناس الشعبيه العاديه اللي بتتكلم كده على فكره. ما هو انتوا بتدافعوا عن الناس دي، انا واحده من الناس دي. ما دفعتيش عني ليه يا استاذه منى لما انا دخلت السجن؟ ما شفتكيش في جلسه من الجلسات، ولا زي مهنور مثلا حضرت، ولا زي ناس كتيره مثلا وقفت معايا، ولا بيان طلع مثلا، ولا حاجه، ولا حد من الحقوقيين ولا الحقوقيات الاحياء منهم والاموات، ولا حتى النسويات اللي عماله بتتاجر بالنسويه. مفيش منهم غير مزنة حسن. اللي رفضت تمضي بيان على ان انا مرات محمد لطفي، واتقال قالت له نصا كده هي ليها اسم، ليها كيان، وهي حضرت معايا هي واسماء دعبيس جلسات كتيره قوي من القضيه الاخيره. مفيش حد من النسويات دافع عني، كلهم كانوا بيغلطوني. بالمناسبه انا ومنى مسبوح، وجي اليوم عليهم اللي بقى التحرش والبعبصه مستباحه ليهم هم شخصيا من الناس الحقوقيه نفسها. اوكي، هي دي تربيتي اللي انتوا بتدافعوا عنها يا استاذه منى. هي دي تربيتي اللي انا خدتها من الشعب العادي، الشعب العادي اللي اتعلم في مدارس عاديه، اللي مكانش بيعرف يخش الحمام عشان كانت مليانه خرا. عارفاها؟ معلش بقى، ما اتعلمناش زيكم في مدارس فرنسيه. انا اسفه، هعمل ايه؟ ماما كانت ست بتشتغل في البيوت عشان تصرف عليا، هي دي تربيتي، فاضطريت ان انا انزل كمان اساعدهم وانا عيله صغيره. اتعرضت للتحرش وتعرضت للاغتصاب وتعرضت لحاجات كتيره حضرتك ما تعرضتلهاش يا استاذه منى، عشان تشوفي شخصيتي اتكونت ازاي. انا شخصيتي اتكونت كده يا استاذه منى. انا واحده مصابه باضطراب الشخصيه الحديه بسبب الشعب اللي اهلي نزلوني وقالوا لي اتعلمي منه
واللي انتوا بتدافعوا عنه يا استاذه منى. انا كلامي موجه لاستاذه منى سيف. ايوه، استاذه منى سيف قالت عليا ان انا ست قليله الادب، مع انها لو جت سيره الفجومي احمد نجم هتقول واو ده استاذ الاساتيز، بس انا ست مينفعش يطلع من بق العيبه. انا كده وهفضل كده وهي دي اخلاقي، وهو ده طريقتي في اخدان حقي، عشان انا متعلمتش زيكم. معلش انا اسفه، ما مشيتش زمان في مظاهرات وقلت يا اسكت يا اسكت ما عملتش كده وانا صغيره، لا للاسف. كنت حضراتكم وقت ما انتوا بتحضروا اجتماعات وبتاع، كنت انا بيطلع 3 دين امي في الشارع، كنت بنام في الشارع عشان اعرف اجيب شلل. اوكي ماشي يا استاذه منى سيف، وانا كمان لا اتمناكي لا عدوه ولا صاحبه ولا عايزه اشوفك اصلا، بس كده. الكلام ضايقني، بس بيني قد ايه ان انتوا ناس مزدوجه، عندكم ازدواجيه في المعايير، عندكم مشاكل، والله لا انتوا كلكم عندكم مشاكل نفسيه، كلكم عندكم اللي حرام النظام عمل لكم خلل في دماغكم. انا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله انا هربت من القرف ده، والله العظيم. انا عايشه هنا في مجتمع بني ادمين صحيين عندهم وش واحد، ما عندهمش ازدواجيه في المعايير. بدافع عن الست، بدافع عنها ايا كانت هي تربيتها ايه ولا شكلها ايه ولا عامله ازاي ولا لابسه ايه ولا، بس انتوا عندكم مشاكل كتير قوي حقيقي. والله نصيحه مني، لو انت بتقبلي النصيحه مني كده، اقعدي مع نفسك وفكري نتيجه اللي انا فيه ده من ايه بس. وشرموطه اسماء محفوظ، يلا يا شرموطه افضحي بقى اسرار بيتي زي ما انتي عملتي كده وطلعتي رجالتك ونسوانك يهددوا. يلا يا شرموطه، ولو حصل حاجه الندى قسما بالله ما هحلك، قسما بالله ما هحلك، ما هخليكي تعرفي تنامي لحظه، وهوريكم بقى وش قله الادب اللي انا اتربيت عليه حقيقي. ده اللي انتوا شفتوه ده نقطه في بحر من اللي انا اتعلمته في الشارع. اللي انتوا شفتوه ده نقطه في بحر. محدش فيكم اتثبت بمطوه كده اهو، ها هو راجع من شغله، محدش فيكم اتثبت بمطوه دي قبل كده، محدش فيكم كان هتخطف من سواق تاكسي، محدش فيكم عمال حصل له حاجه زي كده. وانا بقى كنت مضطره وانا عيله اوزع قد كده اتعامل بقى مع المطوه اللي بتتحط على رقبتي دي بادب، باخلاق، باحترام لسان قصير. خدوا يا عالم يا معرصه ان ما فيكم حد بيقول الحق عدل، بس هو اول ما يجوا عند تيزو يقول لك لا ده حق، بس هو بعيد عن تيزو مش دعوه، ويعمل فيها المناضل الشريف الثوري. وانتوا كلكم عالم منتفعه بنت وسخ، كلكم بلا استثناء على منتفعه بنت وسخ. ما كنتوش بتنتفعوا من اللي انتوا فيه ده كنتوش كملتوا. والله صدقوني والله. واحده بتبيع اسرار بيوت اصحابها، ولما صاحبتها جت بتقول يا جدعان دي بتتعامل مع الامن وتاخد اسرار بيوتنا وتروح تحكيها للامن وبتاع، وهي قالت اعترفت بده، ما انكرتش ده، وعادي جدا بقيت انا اللي قلت الادب. طب انا بنت 60 وسخ وهوريكم الوش ده بقى حبايبي. انا اهو ما بتلونش. انا حلوه مع الحلو وبنت وسخه مع ابن 60 وسخه، واي ابن وسخه هيجي على طريقي همسحه، هوريه تربيه الشوارع الحقيقيه اللي انا خدتها، اللي انا اتعلمتها ودرستها في مدرسه الحياه،
مش في مدرسة الليسيه. وقت ما انتوا ماما وبابا كانوا بيجيبوا لكم الاكل لحد عندكم، كنت انا بنزل ادور على فلوس عشان اجيب اكل لاهلي وحارب بقى الحياه. انتي بتحاربي الحياه، حاربيها بادب. خدوا، هو ده الادب اللي عندي يا شرامين يا احابي يا ولاد الوسخ.